الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات متابعتنا لمستجدات الملاعب المغربية. إذ وبينما يتطلع المغاربة ومعهم الملايين من الأفارقة إلى عيش تجربة استثنائية فريدة لأكبر حدث كروي قاري في البلد الذي فرض نفسه عاصمة لكرة القدم الإفريقية خلال السنوات الماضية، تطل بعض القرارات والاختيارات لتنغص على الجماهير المغربية نشوة استقبال هذا الحدث الرياضي الأهم في القارة السمراء. منذ أشهر عديدة تم إغلاق أبواب المركب الرياضي محمد الخامس من أجل إصلاحات مهمة ستطال كافة مرافقه الداخلية والخارجية. بدأت معالم هذه الإصلاحات تتكشف يوما بعد يوم، غير أن أكثر هذه الإصلاحات إثارة لاهتمام الجماهير تلك التي استهدفت تحسين المظهر الخارجي لهذا الملعب الأسطوري الذي كان شاهدا على أكثر لحظات كرة القدم الوطنية إثارة، وذلك بالسعي إلى تغليف واجهته الخارجية تغليفا يليق بالعرس الكروي الإفريقي. أولى بوادر هذا التغيير الهام لواجهة الملعب ظهرت مع بداية تركيب هذه الهياكل الحديدية المقوسة على الهيكل الخرساني للملعب، والذي أعقبته عملية تكسية إحدى هذه الهياكل بهذا الغشاء الأبيض من أجل التجريب والاختبار كما صرح بذلك أحد المسؤولين، غير أنه لم يكن الأمر يتعلق باختبار فحسب، بل بقرار واختيار نهائي لتغليف لم ينل أدنى درجات القبول والرضا من الجماهير المغربية التي عبرت عن امتعاضها من تكرار التجارب المخجلة التي تمس سمعة ومكانة البلد في المحافل الكبرى التي تكون أرض المغرب موطنا لها. وليست تعوزنا النماذج والشواهد على هذا الخذلان أمام كثرتها، فقد تم بناء ملعب فاس بشكل بدائي سمج، ثم ملعب طنجة الذي كان ولمدة 10 سنوات معبرا مريحا للرياح الأطلسية التي أفسدت الكثير من الأعراس الكروية، ناهيك عن أول ملعب إنجليزي الهوى يضم مضمارا لألعاب القوى بزوايا رؤية تميل الأعناق. أما ملعب أكادير فما فيه يكفيه قفار مزمنة ومحاولات موحشة لإدماجه في محيط يليق بملعب كرة القدم. ودعونا نطير إلى منارة المتوسط هناك في الحسيمة، حيث ولد هذا الملعب الوسيم بإعاقات هندسية لم يستطع سقفه وغلافه تنميقها، وهي كلها شواهد توحي بقناعة أصبحت راسخة لدى كل متتبع عارف بأبجديات تصميم الملاعب الحديثة، ألا وهي عدم أهلية من يتولون اتخاذ قرارات واختيارات بهذا الحجم وفقدانهم التام لأدنى مستويات الاطلاع والمعرفة بالهندسة الجمالية لملاعب كرة القدم. فبناء ملاعب فاس وأكادير ومراكش وطنجة والحسيمة تم في الفترة الزمنية ذاتها التي بنيت فيها ملاعب أليانز أرينا وملعب الإمارات وملعب يوفنتوس وملعب واندا متروبوليتانو، ولكن الناظر إليها قد يحسبها ملاعب مشيدة خلال فترة السبعينات والثمانينات، رغم أن تكلفتها الإجمالية تقارب تكلفة تلك الملاعب الأوروبية، لكن المحصلة النهائية ملاعب بتصاميم متجاوزة وعمليات تطوير متعاقبة تستنزف المزيد من الميزانيات التي كانت كفيلة ببناء ملاعب جديدة لو أحسن ذلك المسؤول الاختيار. فإلى متى سنظل ندفع ثمن هذه الاختيارات غير الموفقة؟ ولماذا لا يتم إسناد الأوراش التي تعكس صورة البلد إلى من يملك الأهلية والكفاءة بدل إسنادها لمن وجد نفسه مسؤولا عن أوراش هامة بالصدفة؟ عودة إلى ملعب دونور للوقوف على واقع ما يتم تنفيذه في محيط الملعب، للوقوف على الفرص الأخرى الممكنة لتزيين واجهته الخارجية. ولكن قبل ذلك دعونا نتوقف عند المآخذ التي أثارت حفيظة الجماهير بخصوص هذا التغليف لملعب محمد الخامس. فاختيار تغليف الملعب هذا بالأغشية التي تدعى بالهياكل الصدفية النسيجية لم يكن الاختيار المثالي لعدم توافقه مع التصاميم المعمارية الحديثة التي ترتكز على الإبداع والابتكار في الشكل الخارجي مع المتانة والأداء المقبول في وظائفه العملية. فملعب محمد الخامس عبارة عن هياكل ومدرجات وسقف وجدران خرسانية التكوين، مما يجعل اختيار الغشاء المشمع لتغليفه اختيارا غير موفق وغير متوافق مع طبيعة وبنية الملعب.